ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله جميله جدا بنحبها جدا جدا في الشتاء، ان بتدفينا كده وبنحس بطاقه كده رهيبه. هنعمل محشي كرنب. شايفين المحشي الكرنب نازل كده بيغني من الحله، بجد جميل جدا. وهنعمل جنبيه بطايه بقى جميله كده، تحفه تحفه، وشويه شوربه بقى جمال كده. المحشي بتاعنا ولا معجن اهو، اديكوا شايفينه مظبوط 100%. التسوية اهم حاجة، التسوية بتاعت المحشي عشان بجد بيطلع معاكي نتيجة جميلة وهايلة. شايفين المحشي بتاعي لامع ازاي؟ جميل جدا. وطبق شوربة بقى هنحط عصرة ليمونة كده عليه، ويا سلام نشرب الشوربة دي تدفينا جدا. اول حاجة نسلق البطاية. شايفين البطاية من جوه نضيفة، نضفتها خليتها كده فلة. وبعد كده ما بقتنعش برضو بالغسيل المية وبس، لا، لازما معلقتين دقيق ومعلقتين ملح وطماطمية كبيرة تكون طرية عشان يكون فيها مية اكتر، وليمونة كبيرة. وهدعك بقى البطاية من جوه ومن بره. ما اقولكوش انا قعدت اغسل فيها قد ايه. لازما انا الطيور بتاعتي لازما اغسلها بغسلة تمام. محبش ريحة الزفارة خالص في قلب الطيور، ودي اهم حاجة. مرحلة الغسيل مهما كانت طريقة الطهي ايه، اهم حاجة نغسل الطيور بتاعتنا غسلة تمام. وهنسيبهم ربع ساعة، وبعد كده هشطفهم بالمية كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. وهجيب حلة على النار، احط فيها طماطمايه، بصلايه، فلفل فلفل اخضر، ورق لوري، واحط حبهان ومستكة، واحط بشرة كوسة الطيب. بشرة كوسة الطيب بتدي كده ريحة جميلة جدا جدا في قلب الشوربة بتاعتك. هجيب بقى الكرنبة، هقورها كده من جوه من عند الراس عشان خاطر تستوي بكل سهولة كده من جوه، فاهميني؟ ويا دوبك هسقطها واخرجها على طول عشان الكرنب البلدي ما بيستحملش المية المغلية كتير. في كرنب نوع كرنب اسمه كرنب بط، ده بيبقى كرنباية تخينة شوية بتستحمل المية عن الكرنب البلدي. بعد كده هنجيب بقى نعمل التسبيكة بتاعت المحشي. هنجيب 3 بصلات وهقطعهم تقطيعة صغيرة جدا، وممكن تعمليها في الكب عادي، بس انا حبيت اقطعهم كده على ايديا. شايفين البصل معايا ما تفتحش مني، قطعته صغير. وجبت حلة على النار، حطيت فيها زيت وسمنة، وحطيته على النار لحد ما اعمل الطماطم بتاعتي. وطيت عليهم لحد ما اعمل الطماطم بتاعتي، اضربها في الخلاط او بالشكل ده، وما تكتريش في المية في الطماطم. طيب انتي عايزة البصلة معاكي تفضل تقطعيها وتفضل معاكي كده ما تتفككش منك. شايفين العرش الطويل اللي بيكون ورا ده؟ تقطعي البصلة منه وتقطعي وتغسليها وتقطعيها عادي، بتبقى جميلة جدا، تفتحش كده معاكي. وبعد البصلة ما احمرت بالشكل ده، حطيت عليهم الطماطم، واحط عليها 1 ماجي والبهارات بتاعتي. واهم حاجة الكمون، علشان المحشي طبعا بيعمل انتفاخات كده بعد الاكل، فالكمون بيمنع الانتفاخات دي. هنجيب بقى الخضرة، كزبرة، شبت، حزمة بقدونس. بتكتري في الشبت والكزبرة اكتر من البقدونس. هنقطعهم كويس جدا جدا بالشكل ده. انا بحب اقطع على قطاعة علشان بجد القطاعة بتسهل عليا كتير، احسن ما بمسكهم على ايدي واقطعهم. وبعد كده بقى هجيب كيلو رز اكون غسلاه ومصفيه. لازم تصفيه علشان المية ما يعملش معاكي مية في الخلطة بتاعتك. ومعلقة توم ومعلقة هريسة شطة. هريسة الشطة الحمرا دي جميلة جدا، بتدي فرق رهيب. وهجيب معلقة نعناع بودر. النعناع ده انا كنت على فكرة منشفاه عادي وطحنته في المطحنة، بيطلع معاكي نفس النتيجة دي. وربع كوباية زيت. وطبعا حطيت الصلصة بعد ما اتسبكت. هنقلب بقى كله على بعضه. النعناع ده بيدي ريحة جميلة جدا جدا في المحشي الكرنب، بيدي ريحة رهيبة. وقطعت بقى العروش بتاعة الكرنب، وحطيت عليها اللي هو العيدان الخضرة اللي انا مكنتش عايزاها، حطيتها برضو بتدي ريحة كده حلوة. اول سطر انا بحب اعمله احط فيه اللي هو الاخضر بالشكل ده. انا بحب اول سطر اعمله اخضر، واخر سطر احب اعمله ابيض. يعني انا بحب كده صراحة، وانتي طبعا براحتك. هنلفه بقى اللفة اهي بتاعتي. انا مسرعة شوية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد الحلة اهيت ما اتحشت خلاص، انا حشيت الحلة اهيت
وفاض معايا شوية رز، هعمل ايه شوية فلفل رومي، هحشي شوية فلفل. شايفين البطاية معايا بقى استوت وبقت زي الفل كده وجميلة، شايفين الجمال. وبعد كده انا حطيت فيها ملح بقى، اما ابتدت تستوت كده شويه حطيت فيها الملح. هجيب بقى 4 كبشات من الشوربه، شايفين الشوربه ما تكتريش عن كده، اوعي تكتري عن كده. واحط ايه رشه واحده ماجي على الوش وخلاص كده. شايفين الشوربه بتاعتي رايقه وجميله ازاي، تحفه. ودي الكبد والقوانص، بقولك انا باكل في الكبد والقوانص جميله جدا. وهحط معلقه صلصه كده على الوش اهو بالشكل ده، بيدي طعم حلو جدا معلقه الصلصه دي على الوش. وشويه زيت بقى في الصينيه، وحمرت البطايه. ممكن تدخليها الفرن عادي جدا. ممكن تحطي شويه صلصه بتاع محشي على الوش وتدخليها الفرن، او شويه زيت مع صلصه برطمانات وشويه ملح وفلفل اسود، وتدهني البطه بتاعتك وتدخليها في الفرن تحت الشوايه تاخد لون. بس انا عملتها صراحه في الصينيه كده على النار من فوق، كانت جميلة زي ما انتوا شايفين كده. وادي المحشي بتاعي بجد كان طعمه يعني جميل جدا، مسقي بقى بالشوربة بتاعة البط، جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم جدا، مع السلامة.